بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في ليان صبور. طبعا بنحذر من النبات الكارثي ده اللي هو المدعو الفيكس. اشجار الفيكس واشجار البازروميا اشجار جذورها خطر. المفروض ان يتعمل تشريع يتمنع تداولها زي ما حصل في دول الخليج. منع تداول البازروميا والفيكس نهائي خالص، واللي من الخليج وعايش في مصر عارف الكلام ده. طب هنيجي سريعا كده. انا لما بيحصل عندي اعراض نقص، يعني الورقه دي اهي النضافه عشان تبان عندك، الورقه دي الاصفرار اللي في الاطراف ده ايه؟ ده اصفرار، ده نقص مغنيسيوم. دايما كل عنصر غذائي على النبات بيظهر في ورقه معين في مكان معين. يعني مثال بسيط، الحديد، نقص الحديد، الزنك، المنجنيز، العناصر الصغرى بتظهر في المواد الحديثه في الورق اللي طالع حديث. الورق القديم المغنيسيوم بيظهر في الاوراق الوسطى، البوتاسيوم يظهر في الاوراق الكبيره اللي تحت شويه، وهكذا. الكارثه اللي بتحصل في الزراعه المنزليه كتر الميه. بنقول يا جماعه انسوا الميه في الشتاء، الزرع عندكم بيموت من كتر الميه. معظم مشاكل الزراعه المنزليه تتعلق بالتغذيه السيئه، تتعلق بعدم المكافحه او استخدام مبيدات الصحه العامه، ودي طبعا خطر على صحتك، وتتعلق كمان بكتر الميه في الشتاء. من اول شهر 11 لغايه شهر 3 مستديم الخضره اللي زي شجره اليوسف الجميله اللي قدامنا دي او الليمون اللي هناك اهي، هنديلها ميه كل 15 يوم. تقول لي معقوله؟ اقول لك متساقط الاوراق اللي بيسقط ورقه في الشتاء مش هياخد ميه خالص نهائي. طيب اي شجره عندي بنقول دايما الشجره تبقى من جوه، ما تبقاش قلبها مقفول. كل ما كان قلبها مفتوح كل ما هيكون ما عندكش ايه؟ اصابات حشريه. يعني كل ده كده اهو، والقص يبقى على اخره اهو، كل ده ما يبقاش موجود. الشجره يبقى قلبها ايه؟ اهو اهو، خلاص. كل ده ما يبقاش موجود اهو. شايف كده قلب الشجره اتفتح اهو. جميل. اي نواشف موجوده زي كده ما تبقاش موجوده. خلاص، ده جاي في قلب الشجره برضه اهو، يتشال خالص اهو، ده وده اهو، وده قلب الشجره. ده حاجه اساسيه عشان تحد من اصابات الحشرات اهو. خلاص، واي نواشف تيجي من اساسها، يعني ده ناشف اهو اهو كده، يجي من ايه؟ يتشطف من تحت اهو. ادي الشجره، ومحدش يمد ايده طبعا على حجر الشجره، لان الحجر هو اللي بيشيل الطرح، هو اللي بيشيل الطرح.